السلام عليكم. اليوم ان شاء الله نعمل معكم كراتان ديال الدجاج بالبيشاميل والكفته. بسم الله. عندنا بطاطس نغسلوها مزيان ونقطعوها على طول، نعملوا بحال الشكل ديال الفريتس. كتقطع بهذا الشكل هذا، كتكون غسلات مزيان. وكنعملوها في واحد الصينيه، كنعملوا التوابل والزيت، كنخلطوا مزيان ديك التوابل مع ديك البطاطا، كندخلوها الفرن 30 دقيقه. كنعملو في المقيله شويه ديال الزيت والدجاج والابزار وسكنجبال، شويه ديال الملحه والخرقوم ولا مطر والورق ديال الناموسه. كنخلطو مزيان التوابل ديال الدجاج. كنعملو الكفته، الدجاج والكفته مع بعضهم. الا عندك الكفته بوحدها عندك الكفته، الا عندك الدجاج بوحدها عندك الدجاج بوحدو. كنعملو الابزار، كنعملو القوام ديال البيتزا وبابريكا فلفل احمر، شويه ديال الملحه، نخلطو مزيان. كنعملو البيشاميل ديالنا، بيشاميل معروفه، شويه ديال الزبده والكوزه والملحه والحليب. بغيتي تعمل فيها فورماج باش كيلي كتجي حتى هي مزيونه، والطحين. نخلطو البيشاميل ديالنا كيجي بهذا القوام هذا. كنعملو فريت الاول، كنعملو فوق منه الدجاج، كنستفو مزيان لاطا ديالنا، وكنعملو فوق منه بيشاميل، وكنعملو فوق منه الجبن موزاريلا، وعملو فوق منه عاوتاني الكفته، بقايه اخرى فوق منه الكفته عاوتاني. كنعوضو الصينيه ديالنا وكنعملو فوق منه عاود بيشاميل. كتجي صراحه روعه فنه هاد الاكله هادي. كنزيدو عليها الجبن، بغيتي تزيد عليها الزعتر زيده، حتى الزعتر كيعطي واحد المذاق مزيون. ها هي خرجت من الفران ديالنا، انا نقطع معاكم تشوفها كيفاش جات سهله وبنينه. وهذه هي الاكله الصيفيه صراحه كتجي روعه. شو ما شاء الله الشكل ديالها بحال شي طخت ومحمره تبارك الله، عامله بحال الشكل ديال لازانيا. شو ما شاء الله كيفاش كتجي، راه سهله. اولا بغيتو تعملوها في الخبز، ملي كتبرد شويه كتعملوها في الخبز. كاين اللي كيعملها في الخبز، كاين اللي كياكلها هكذاك بوحديتها غير بالمتشيكه. كتجي غزاله وكتعمل فوق منها الكيتشوب. صراحه كتجي روعه، وبالصحه والراحه وشهيه طيبه. مع فيديو اخر.